هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير صحة وعافية يا رب. يوم جديد، روتين جديد، وفطور جديد إن شاء الله. سويت لكم دولمة ووربات القشطة فتشي. إن شاء الله تحبوها. واليوم الدولمة مالتنا طريقة مختلفة، خليكم ويا الفيديو حتى تشوفون شلون سويتها. بالبداية راح أسوي القشطة مالت الوربات. آه، خليت كوبين من الحليب السائل، وخليت عليهم كوب واحد من السميد مالت البسبوسة، وخليت عليهم ملعقة مي ورد أو مي زهر، وخلطتهم على النار، ما تركتهم إلا صاروا بهذا الشكل. بعدين رجعت خليت عليهم قطعتين من الجبن المثلثات، أو إذا ما عندكم جبن خلوا قشطة. واليوم راح أسوي لكم الدولمة بطريقة مختلفة يعني عن المعتاد. هواية أنا أسويها بس أبد ما مشاركة يعني أو مصورة فيديو شوفتكم إياها. راح أسوي الدولمة مالتي. راح أقلي كل الخضروات اللي راح أسويها، أقليها بالزيت أو بالدهن. تطلع ذايبة ذايبة يعني، بس تخلوها هيك بحلقكم تروح تنتهي، وطعمها كلش طيب. ومثل ما شفتوا اني شنو خليت من الخضروات شجر والباذنجان والطماطة والفلفل الاخضر، وخليت تفاح. اي لا تستغربون اني اخلي تفاح 2 3 هيجي، طعمهم فتشي يعني. طعم التفاحية ما اعرف، حامض حلو فتشي، يطلع كلش طيب. وكالعادة يعني الكل تعرف تسوي هيجي الدولمة، تحفر الخضروات. فسويتها، وأطيب شي الدولمة تستعملون اللحم ثرم باليد، تطلع كلش طيبة. هاي لحم شرح وثرموها هيجي بيدكم تطلع كلش طيبة. ولي طيب الدولمة أكيد اللي نثرمها كلش ناعم. وأنا هنا عندي كم فص من الثوم، لا تستغربون من الثوم، أكثر الناس ما يخلون ثوم، بس صدقوني راح تفرق وياكم بالثوم طعمها فتشي الدولمة، وجربوها على ضمانتي. وهنا خليت كمية من الزيت على النار وحميته يعني، وراح ابدي اقلي كل الخضروات اللي عندي هيجي اشوحها، يكون شوية تذبل وتاخذ لون، حتى طعمها بالدوم يصير كلش طيب. ادري راح تستغربون من هاي الطريقة، بس مثل ما قلت لكم جربوها وطعمها فتشي. حتى البصل يعني، أنا عائلتي ياكلون بس البصل، أكثرهم ياكلون بس البصل، الداخل البصل، بس من أقليها هيجي تذوب كلها ياكلوها. هنا راح أسوي الخلطة، لحم والبصل والثوم والتمن والمعجون، وخليت دبس الرمان واللب مالت الشجر والباذنجان هماتين ثرمتها، وخليت عليهم ملح وفلفل اسود. اني بس استعمل للدولمة فلفل اسود. هنا بديت احشي، شوفون ايش قد سريعة. واليوم راح اسويها بورق العنب. هماتي يعني تطلع كلش طيبة. ردت اسويها محشاية، عندي دجاجة محشاية، بس بعدين قلت لا، هاي راد لها فد جمعة هيجي عادي كلش صغيرة، يعني راح تبقى، فهيجي راح اسويها للدولمة اليوم. والله ردت اسوي الكباب المصلاوية، بس بنتي قالت لي لا ماما خليها غير يوم، سوي لنا دولمة، مشتهية الدولمة. قلت لها اوكي بعد اسهل. وخليت كمية من المي، وخليت عليهم معجون الطماطة، وخليت عليهم اللامندوزي وملح وخشوقة من الشكر تفرق وياكم بالطعم. وخليت شوفوا المي هيج فوقها، وخليتها على النار. سمعوا الصوت؟ ها استمتعتوا بالصوت؟ هنا بعد ما خليتها على النار قلت راح ابدي اسوي هاي الوربات القشطة. جبت عندي العجين مالت البقلاوة، هذا العجين الجاهز، وراح اقطعهم بنفس المستوى، ويجي افتحهم كلش سهلة وبسيطة، وطعمها فيجي. شوفوا راح ابدي اطويها، يعني كلش سهلة 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 بمعنى الكلمة. هيجي راح اخليهم صينية الفرن، وراح اخلي عليهم اني مذوبة عندي دهن حر وزبد، بس ذوبتها وخليتها، وراح اخليها بالفرن 25 دقيقة من فوق ومن جوا، او انتو راقبوها لين تصير بسرعة حسب فرنكم. واول ما طلعتها اني مسوية شيرة
ثخينة، يعني شيرة مالتي ثخينة، كوبين من الشكر وكوب واحد من المي وبراسي القاشوقة ليمون دوزي، وخليتها 7 دقائق وصارت عندي شيرة ثخينة. وهاي هنا جاي أجهز وبعد ما خليت الشيرة تركتها كلش تبرد، يعني تماما بين ما جهزت شغلات الفطور. بديت أحشيها، أفتحها من النص تنفتح وياكم بكل سهولة، لا تتكسر ولا أي شي. هنا أنا عندي الجازو هيجي مجروش، تقدرون جازو، تقدرون جوز، تقدرون مبروك جوز الهند، تقدرون فستق، اللي تحبوه اللي انتو متوفر يمكم. وطلعت طعمها خيال. زوجي راح ويا جماعته هيجي لين اليوم خميس، وراحوا هيجي يسهرون، فانطيته ماعون تخبلوا عليها. وشوفوها شلونها، بسم الله ما شاء الله، كلش حجمها كبير وطعمها كلش طيب. هنا راح احضر للفطور، راح اقلب الدولمة عندي، وما شاء الله طلعت دولمة خرافية تذوب بالحليب. شوفوا لاجعة وتخبلوا. أني بأسفل الدولمة أخلي ورق العنب، حتى إذا تحترق هيجي بس نشيلها ونتخلص من عدها. واللحم بالأسفل طلع ذايب، والطعم لاجع وحامضة وحلوة وكل شي بيها حلو. طلعت فتشي يعني. سووها على هاي الطريقة وراح تندعولي، لأن طعمها خيال. وسووا وربات القشطة كلش سهلة. وأكيد سويت اللبن بالليمون. وهنا أني مسوية شوربة والفجل أكيد ويا الدولمة. وسهمي وسهمكم ألف عافية. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تخلوا لي لايك، وأحبكم كميات، وإن شاء الله إذا الله راد باكر نلتقي بفيديو جديد. باي باي.